سيف بص كده كويس، في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد. طب يلا بينا يا جماعة ننزل نسترسب في الاستخبص كده من غير ما حد يحس بينا. يلا شوشو. يلا بينا. ماشي جاية معاكم. طب دي مش هتقوم، يلا بينا احنا يا جماعة. طيب خلاص يا شيرين خليكي هنا، ولو شفتي أي حد ولا بوليس ولا كده كلمينا على طول. مش اوكي. شيرين ما تناميش، هنروح في داهية كده. مش عيب عليكي وانا حمادة؟ يلا بينا. يلا يلا بسرعة قبل العربية دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، اتفضل. ايه ده؟ هو منزل نغمات للجرس؟ استنى اضرب انا. تضرب بس يا ماما، هو هنلعب؟ يا جماعة أكيد البوليس قفشه دلوقتي وعمال يعذبه عشان يقر علينا. يا حبيبي يا عم بندق. يعذبه يا متخلف انت؟ البوليس هيجيله البيت يعذبه في البيت؟ ده البوليس لو عايز يعذبه هياخدوا الاسم يطلع عين اللي جابوه هناك. ممكن يكون الاسم زحمة ومفيش مكان. طب تفتكروا مين اللي هيكون بيعذبه؟ بقول لكم ايه؟ تعالوا نشوف من الشباك. انا ما اعرفش حاجه. طب صدقوني انا ما اعرفش حاجه. الراجل ده شكله هيتعبنا قوي يا ابو الدهب بيه. لا 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 ده بقاله اكتر من 3 ساعات مش عايز يتكلم. بقول لك ايه، شغل السلك. بلاش السلك بقى. ايه ده؟ ده عم دهب وضحي جوه. بلاش السلك. عليا. الحقوا، ده بيكهربوه بيضحك، روحه حلوه قوي الراجل ده. يا حرام. يا حرام ايه؟ يا جماعة دول بيزغزغوه، الراجل حاطط السلك في بقه والسلك التاني في رجله. يخرب بيتك. بموت. اكيد هو بيغلس عليهم مش عايز يقول لهم معلومات. هو احنا يعني كنا طلعنا منه بمعلومات؟ اكيد مش فاكر حاجة. هعترف. ما كمل اول وتريح نفسك. قول. طب انتوا عاوزيني اعترف بايه وانا اعترف؟ دلوقتي الكلمات المتقاطعه بتقول ان حل اللغز في قصه ميكي والاوضه السحريه، والقصه قدامنا اهي، قريناها يجي 400 مره مش فاهمين منها حاجه. ايوه ما معروفه دي. ما هو ده فيلا ابو الخير جد ميكي. انت عرفت ازاي؟ اهو مكتوب يافطه اهو على السور بتاع الفيلا، فيلا ابو الخير. طب فين بقى حكايه الاوضه المسحوره؟ لا ما دي حكايتها حكايه كبيره قوي يعني، متعه بصراحه، متعه. احكي لكم؟ قول. صحيح بس هي طويله شويه. قول. يا سلام، في يوم شمسه يعني كانت ساطعه، في يوم قمري جميل كده، الشمس كانت متعامده على وش رمسيس الثاني في معبد ابو سمبل. ايوه والله العظيم كده، هوب فجأة رعد، زلازل، براكين، مطر. اليوم ده هو اليوم اللي كان إذانا بقدوم الواد ميكي أبو الخير. وفين بقى حكاية الأوضة السحرية؟ ما هي جولفران هانم في نص الليل يا ظهري يا بطني الواد بيلعب الحقوني. هوب شالوها من هنا لهنا ومن هنا لهنا، هوب القرن طش واتولد ميكي. ما انت لسه قايل الحكايه دي. فين بقى الاوضه المسحوره؟ سيبه يا ابو الدهب بيه، خليه يكمل، دي الحكايه لسه هتحلو. كمل يا عم بنداري، اوعى تداري حصل ايه. جولفودان هانم بقى بعد القرن ما طش، هوب راحوا شايلينها، قالوا ايه نوديها المستشفى بقى، ودكاتره وحاجات كده هم بيلحقوها. هوب وهم بيشيلوها كده، الواد ميكي راح عامل مجرش فيها ابن لذينه، طلعت نص راسه. الحقوني الواد نص راسه طلع بره. راحوا شايلينه فاتحين الاوضه، حطوها في الاوضه على السرير، بوم
الواد اتظلم. يا سبحانه ما اعظم شأنه. انت بتستغرب على ايه؟ هو بيقول لك اتولد واد براسين؟ صح. ايه علاقه اللي انت بتقوله بالاوضه المسحوره؟ ما هي سموها الاوضه المسحوره عشان الواد اتولد فيها من غير لا دكتور ولا دايه ولا مستشفى ولا حاجه ابدا. يعني فين الاوضه السحريه؟ ما هو قال لك قبل كده يا ابو الدهب بيه وحضرتك ما فهمتش. عندي بيت متكاوي. يلا فكوا خلي يلا معانا. يلا معانا فين؟ معانا فين؟ هنروح على البيت ده. الله، طب ما انت عرفت الاوضه المسحوره فين؟ ما تروح انت. فين حته الاوضه المسحوره؟ الله، ما انت عارف هي فيلا ابو الخير. يلا رجلك على رجلينا لغايه ما اخد الفلوس. لا انا مش رايح. مش رايح؟ ايوه. شغل السلك. طب يلا نمشي من هنا لحسن يشوفونا. نمشي ازاي يا ابني؟ احنا لازم ناخد المجله. ايوه ناخد المجله ازاي يعني؟ نخش يعني نضربهم وناخد المجله؟ خلاص يا جماعه سيبوا الموضوع ده عليا انا. تعالوا ورايا بسرعه. يلا. تعالوا. اسمعوا ركزوا كويس. كل واحد هياخد عصايه، اي حد هيطلع هنديله على دماغه ونسحبه على طول. واشمعنى بقى انت مديني بقى انت العصايه الطويله وخدت انت القصيره عشان تلخمني؟ لا عشان لو كنت اديتك الصغيره كنت هتقول اشمعنى انا اللي واخد الصغيره. انا عارف النوعيه دي كويس. طب معلش يا هاني، ممكن نبدل مع بعض عشان العصايه بتاعتي فيها شوك؟ ما بتحبيش الشوك؟ لا. ماشي خدي دي من غير شوك. ثانك يو. ماشي يلا يا استنى. جماعه احنا خبطناهم هنقتلهم. لا هنضربهم. انا مش كل ما في حد هاني. ما تخافش. سيف بطل جبن. يلا يلا. يلا قدامي. حاضر بس واحده عليا، رجلها بتوجعني. قدامي. انا مش فاهم بس انتوا واخديني معاكم ليه؟ ها؟ انا هعمل معاكم ايه ولا انتوا ايه؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ مش انت قلت اي حد يطلع نضربه؟ بس مش عم بنداري. عم بنداري. خير الله. خير الله مين؟ انا همشي، انا مش بتاعت الحاجات دي. خير الله مفيش حد اسمه خير الله عموما. حاول العيش من الدنيا. ايه ده؟ صاحي؟ انت لسه صاحي يا ضاحي؟ لسه صاحي. مين اللي علمك مسكة النبوت يا ابن النبي؟ اتفرجت على فيلم التوت والنبوت. مش بالمسدس. يا اخينا. ايوه من عند ربنا دي. انتقمت. عامل لي فيها رامبو؟ ده لو جبت كلب كان حرسني. تفوق عليك. ها يا سيف، فهمت حاجه؟ ولا اي حاجه. طب هي القصه بتقول ايه؟ القصه بتقول ان دونجل كان عايز يسرق قصر ميكي. قام ميكي قفشه وحبسه في الاوضه السحريه وقال له هتفق معاك اتفاق، لو كسبتني في الشطرنج هسيبك تخرج من الاوضه السحريه، ولو خسرت هسيبك محبوس فيها. يعني ايه اللي حصل يا سيف؟ مش فاهمه. ميكي كسب دونجل. وحبس دونجل؟ لا سابه. ليه هما مش اتفقوا لو كسبوا هيحبسوا؟ العفو عند المقدره. يا سلام ميكي ده طلع ابن بلد بقى. بس ياض انت وهو عم بندق، نعم. فهمت حاجه من القصه دي؟ والله العظيم ثلاثة ما انا فاهم اي حاجه. يعني انا كل اللي انا فاهمه ان انا عارف البيت وعارف الاوضه المسحوره وعارف كمان حكايه اللعب بالشطرنج دي. جدك الله يرحمه كان يحب يلعب بالشطرنج يعني، وكان يختار الجيش الابيض. يقول لك ايه، العسكري الابيض ينفع في اللون الاسود. والله انا عندي حكايه قوي. طب بس سيبك بقى من ذكرياتك وقصصك المقرفه دي وودينا عند بيت جده القديم. وانا قلت لا، تعالوا يلا اتفضلوا. يلا ايه ده؟ انت جايبنا الاسم ليه يا عم بندق؟ انت هتسلمنا ولا ايه؟ يا ابني اسلمكوا ايه بس؟ اسلمكوا ايه؟ ده كان هنا
هو ايه اللي كان هنا؟ بيت جدكو كان هنا. تقعد تقول لي بقى كان هنا، كان بيشرب الشاي هنا وبيحط السكر هنا وبيزروت هنا. والله العظيم 3 بيت جدكو كان هنا. ازاي بس يا عم بندق؟ ده اسم. ايوه قبل ما يكون اسم كان بيت جدكو. هو بصراحه مش بيت جدكو، ده كان بيت جد جدكو، وبعد كده كان في وقف. الحكومه بقى رفعت قضيه، كسبت الوقف ده قلبته اسم. يعني يا رب يوم ما نلاقي مكان بسهوله يطلع لا مؤاخذه اسم. لا واحنا كمان مطلوب القبض علينا. شوفي سخريه القدر. طب معلش يا عم بندق، الاوضه السحريه اللي موجوده في المجله انهي اوضه؟ ايوه اول ما تخش الاسم كده هتلاقي الاوضه دي على ايدك اليمين تحت بير السلم على طول. سيبوا الموضوع ده عليا يا جماعه. هتعمل ايه؟ هعسلكوا بقى الموضوع ده. ياض هتتحبس يا. السلام عليكم يا دفعه. نعم يا سيدي. والنبي انا كنت بدور على شغلانه وعايز اعرف، مش عايزين امناء شرطه؟ انا امين جدا وما قربش الحاجه مش بتاعتي ولو على رقبتي. انت شارب حاجه ولا ايه؟ لا يا عم شارب ايه؟ خد انت عايز انت تشرب سيجاره مثلا، خد اتفضل. ايه خير؟ ليك حد في الحجز؟ لا بس كنت عايز اعرف حاجه يعني. حاجه ايه؟ دلوقتي الاسم ده فيه سلم صح؟ صح. تحت السلم بقى فيه اوضه، الاوضه دي بتاعت ايه؟ وبتسال ليه؟ لا اصل انا كنت بدور على حاجه ايجار جديد، وهنا الاسم جنب الشغل فيبقى مصلحه. انت هتستظرف يا خفيف؟ يا عم بنهزر معاك، خد سيجاره تانية اهي. لا الصراحه انا كان ليا مصلحه في مكتب التجنيد وعايز اعرف مكتب التجنيد فين. انا بقول كده برضه انك متهرب. عموما مكتب التجنيد في المبنى الملحق اللي هناك ده. المبنى الملحق؟ اكيد كان بيلعب طول السنه وما فتحش شباك ده. باين عليك خفيف. لا يا عم بنهزر معاك، خد سيجاره تالتة اهي. طب الاوضه بقى اللي تحت السلم دي بتاعت ايه؟ دي الحجز. الحجز؟ تحب تخش؟ لا اخش ايه؟ لما اروح اعمل مصيبه وابقى اجي لك ان شاء الله. اتفضل يا بيه. ماشي شكرا. احب ابشركم يا جماعه ان الموضوع طلع اسهل مما نتخيل. الاوضه اللي احنا بندور عليها دي بقى طلعت اوضه ايه؟ اوضه الحجز بتاع الاسم. لا حرام عليك يا جدو، بجد حرام عليك، ربنا يسامحك. ربنا طبعا هيسامحه يا بنتي، دي كان بيحبوكوا قوي قوي. بعدين هو ايش عرفه ان الاوضه دي هتبقى اوضه الحجز؟ لا انا متاكده انه كان عارف، امال هيلففنا ازاي ويدوخنا ويبيتنا في الشارع؟ طب يا جماعه احنا مش هينفع نقف هنا اكتر من كده. عم بندق معلش هنتقل عليك بقى ونبات عندك النهارده. تباتوا عندنا؟ لا 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 لا، انتوا كده مجرمين، والتستر على مجرم كده اروح انا في كلبوش. في ايه في البيت عندك يا عم بندق؟ مش قلت لك اول ما الراجل الكبير شعره يبقى رزي اعرفي انه عيب يا واد الكلام ده. اكتشفوا انما بيات عندي؟ لا انا قلت لا. اذا عوزتوا اي حاجه بقى ابقى كلموني. ما احنا عايزين نبات عندك. وانا مش موافق، خلاص مش موافق. اتصلوا بيا في اي حاجه تانية، انما بيات اروح انا في كلبوش ليه؟ مين انتوا؟ خلاص يا جماعه مش هينفع نقف نتصور هنا، يلا نروح في داهيه. خلاص يا جماعه سيبوا موضوع البيات ده عليا، انا عندي مكان محندق كده هيبقى حلو قوي. مكان انت لاقي تاكل؟ تعال بس ورايا. اللقطه اللي بتتكلم بيها دي، شوف شبشبك يا